ومعانا كاتب وهو محمد تهامي، وعمل كتاب اشتغل وانت في البيت. انا هعرف منك موضوع ازيك الاول. الحمد لله، انت الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. نوري. ربنا يخليك. انت كتبت، كان عندك تجارب قبل كده في موضوع الكتابه صح؟ ايوه. كتبت ايه غير الكتاب ده؟ عندي كتاب مجموعه قصصيه نزلت من فتره اسمها بني ادم معاه في التنفيذ. وبعد كده المجموعه القصصيه دي كانت بتتكلم كل ابطالها من المراهقين في قصص مختلفه. بعد كده نزلت روايه ماهيرو بوليس، دي بتتكلم في السويس، عن السويس خلال اخر 100 سنه من ايام الحرب العالميه لحد النهارده. بعد كده اشتغل وانت في البيت، ده بحث. ايه بقى اشتغل وانت في البيت بقى؟ ده بحث صغير، اللي انت فكره اللي انت ازاي تشغل وقت فراغك وانت قاعد في البيت، في خلال اللي انت ممكن تعمل مشروع، ازاي تبتدي تفكر في المشروع ده بشكل عملي. مش اللي هو انا عايز اعمل مشروع تقوم تعمل مشروع، ازاي تحدد خطواتك وازاي تعرف انت عايز تعمل ايه من خلال خطوات علميه بسيطه، يعني مش خطوات، يعني مش متبحر قوي في العلم، بس حاجات بسيطه. طب ايه اللي دخل ده في ده؟ يعني انت، انا عارف ان انت بدات كصحفي اصلا، وبعدين فكيت من الليله دي خالص، ويعني اشتغلت شغلانه عاديه جدا، محاسب يعني، وبتكتب بقى، ودي هوايتك اللي انت بتعملها. كتبت روايه هيروبوليس، وكتبت الكتاب الاولاني المجموعه القصصيه. لكن ليه بقى البحث ده؟ يعني ده بقى مش ادب، يعني مش انت زي ما انت قلت انا قاعد بقى بكتب حاجه بحب اكتبها. انت يعني ايه اللي خلاك تكتب حاجه تقول بيها للناس يعملوا ايه لو هم قاعدين في البيت؟ اول حاجه انا بحب الادب، يعني ده مجالي الاول. اما بالنسبه جيت مثلا لاشتغل وانت في البيت، انا خريج كليه تجاره. انا شايف ان كليه التجاره مش زي ما الناس فاكره، مش كليه، يعني الناس كلها تقول لك ايه كليه التجاره كليه الشعب. اي حاجه المفروض اساسا التجاري ده فكرته ان هو ازاي يخلق مشروع. طبعا. يعني احنا المشكله اللي احنا بيغرزوا فينا ان انتوا ما لكمش لازمه. ليه؟ لا يعني ده فكره كليه، فكره شعب. يعني انزلس في الشارع اسال اي حد قولي له كليه تجاره، شوفي ايه رد فعله يعني بالنسبه لاي بلد. بس انا عايز اقول لك على حاجه، هي طبعا الكليه ليها احترامها وده منها ناس جامدين جدا لحد دلوقتي، بس انا معاك في اهميتها اجتماعيا. يعني المجتمع بيبص زي ما بيبص على حاجات كتيره، بص احنا مش موافقين عليها، اللي هو بيقلل من الحاجه، لا بس هي يعني غالبا الفكره هتبقى في عدد خريجين، ما في كام عدد يعني. بس تخيل لو انت خليت كل بتوع كليه التجاره دي ناس اكتف في المجتمع، يعني ناس نشطه، ناس بتفكر ازاي تخلق مشروع، مش اللي هي ازاي تكتب ارقام. يعني دي الفكره. انا دارس اداره في 4 سنين، باخد اداره واداره اعمال واقتصاد. فبالنسبه لي ده مجال دراستي، يعني انا ما تعبتش في كتابته، بالعكس انا كتبته فتره قليله جدا، كانت 3 شهور. بالنسبه لهيروبوليس انا كتبتها في 3 سنين. 3 سنين. فالفرق رهيب يعني. طيب انا هرجع برضو لكتابك اللي انت كتبته، اللي هو كتاب اشتغل وانت في البيت. انت ما خفتش وانت بتعمل البحث ده ان في ناس كتير جدا دلوقتي بيبصوا للناس اللي قاعده في البيت نظره بقى، اللي هو ايه ده ما بيشتغلش، وايه ده هو قاعد في البيت وهيشتغل في البيت، ليه ما يشتغلش مثلا في حته في شركه مثلا محترمه او شركه كبيره؟ انا كاتب في اول الكتاب ان هو فكره الكتاب مش اللي انت تقعد في البيت وتشتغل، فكره الكتاب اللي انت بعد الظهر لو عندك وقت ممكن تستغل، يعني وقت فراغك وتعمل فلوس، تعمل اكسترا، اللي انت ازاي تعمل فلوس من البيت. وده مش احنا بس، يعني ده كل دول العالم فيها الموضوع دوت. يعني انا ابتدى معايا، قلتها كذا مره، اللي انا ابتدى معايا من واحده صينيه كل شغلتها ان هي بتسوق منتجات عن طريق الانترنت، ده شغلها الاضافي، وهي قاعده على البيت، وهي قاعده في البيت بتعمل شات، بتسوق منتجات للشرق الاوسط، منتجات كمبيوتر. وهي دي حاجه حلوه قوي فعلا لو الناس عملت الموضوع ده جنب شغلها. بس انت ليه كل حاجتك بني ادم مع وقف التنفيذ وكده؟ ازاي يعني مكتئب شويه؟ لا هي فكره بني ادم مع وقف التنفيذ كان يعني هو في رصد شويه للواقع لمرحله المراهقه. كنت كاتبه في الوقت ده، كاتبه من الثانويه العامه لحد وانا دراستي في الكليه. ففي فكره يعني اللي هو رصد، اللي هو في الوقت ده اللي انت بتحلم كتير وعندك امنيات كتير، وفي الاخر انت مش قادر تحقق اي حاجه، لان في يعني السن في طموحات واحلام كله بيقف. تحس ان السن ده كده الطموحات احلام كتير بس مش قادر تنفذها، فهي بني ادم واقف التنفيذ. الفكره كده. انت قدمت برنامج في الاذاعه اسمه اكتر من حب. اكتر من حب. يعني ايه اللي جاب لك الفرصه دي اصلا؟ ازاي اشتغلت في الاذاعه وانت دلوقتي كنت صحفي، وبعد كده سبت صحافه اشتغلت محاسب، بعد كده رجعت ان انت تكتب؟ انا حاليا محاسب، انا مستمر في المحاسبه. انا قصدي ان انت سبت الصحافه خالص. ايام ما كنت بقدم برنامج، فانا كنت يعني انا قدمت عادي في الاذاعه، والحمد لله نجحت، كان في اختبارات، وبعد كده دخلت كورس في الاذاعه اللي انت ازاي تعمل برنامج من الالف للياء، يعني كل حاجه. وبعد كده عملت برنامج اكتر من حب، كان فكرته لذيذه قوي، يعني كان استفدت منه كمان. وفكرته اللي فكره بنجيب حد مجنون بشخصيه معينه. كان معايا صديقي صبري سراب، كان اللي احنا حد مثلا مجنون مثلا بعمرو دياب، فاحنا عملنا حلقه عن حد مجنون بعمرو دياب، حلقه عن حد مجنون بعمرو خالد، هكذا. يعني تنوعنا بين جميع الشخصيات. في ناس كتير قوي في شباب
تبقى يعني هو فكره البرنامج ممكن تبان اللي هي عاديه، اللي انت يعني اللي انت حد معجب بحد، بس انت مش متخيله مثلا بيبقى الناس دي معجبه بالشخصيه ديت، الكاركترات اللي احنا بنجيبها. هتلاقيها حتى على منتديات الانترنت، هتلاقي واحد عاشق عمرو دياب، عاشق شكله بقى في لبسه وطريقه كلام كل ده. احنا بنجيبه بنساله على الراجل، يعني مثلا عمرو دياب، انت شايف ان عمرو دياب عمل كده ليه؟ ويقعد يبرر ويفكر. فده كان فكره اما تعمل حلقه منير جبني حلقه منير كسرنا الدنيا. عملنا عن شخصيات كتير بقى، بس كان فكره تحفه، وكمان كان عامل حتى معدلات الاستماع عاليه جدا. ناوي على ايه كمان؟ يعني انت عملت حاجات كتير جدا، ناوي في ايه بقى في المستقبل؟ تعمل ايه تاني؟ انا بفكر في حاجات كتير، بس انا طبعا دلوقتي انا الكتابه خلاص، انا دلوقتي بقيت فعلا كاتب وبكتب بنزل. مبروك. يعني بعد 3 كتب نزلنا روايه فخلاص بقينا كتاب. بعد 3 كتب، فانا فعلا بقيت كاتب ولازم استمر في المجال دوت. اتمنى ان انا في الوقت القريب ان انا اقدر ارجع اقدم برنامج تاني، بس يكون بقى تي في ان شاء الله. ان شاء الله. طب انا عايز ارجع تاني معلش للشباب بقى اللي قاعدين بيتفرجوا علينا دلوقتي وهم قاعدين في البيت، ازاي نعمل فلوس واحنا قاعدين في البيت؟ قول لنا بقى يعني خلاص. هي فكره الكتاب باختصار، شوف انت نفسك، انت ايه مهاراتك، ايه هواياتك، انت بتفكر ازاي. في تجارب كتير جدا، يعني انا راسب تجارب معينه في الكتاب عن واحد مثلا طالب في كليه تجاره برضه بيحب الجرافيك والحاجات دي. الولد ده اصغر مننا تقريبا، لسه عنده 19 سنه، قدر اللي هو يبقى مصمم اغلفه، اللي هو مصمم غلاف هيروبوليس فعلا. دوت لسه طالب في كليه في اسكندريه. وحلو ان انت استفدت منه، يعني مش بس بتقول كلام، يعني استفدت من الناس. والتصميم قصه حقيقيه. يعني هو مصمم ما شاء الله، مصمم اكتر من 50-60 غلاف، وكل تصميماته فيها درجه عاليه من الجوده. وكل اللي عمليه ان هو فكر ان هو خد كورس مثلا في التصميم، نمى مهارته بس في البيت بقى، وقاعد البيت وبيروح الكليه تاني يوم الصبح. في حاجات كتيره قوي كمان دلوقتي على فكره بقت اونلاين، ان انت تشتغل تبع شركه بس تعمل لهم تليفونات، ان انت مش كمان عشان الناس بس اللي بينزلوا الشغل، عشان الناس اصلا ستات البيوت اللي ما بيروحوش. انا في حاجه لسه عارفها من فتره قريبه، يعني من فتره صغيره، ذهلت. واحد عايش في السعوديه بيقول لك مدونته ب 1000 درهم من الاعلانات. يعني انا عندي مدونه وانت اكيد عندك مدونه، ممكن احنا عمرنا ما استغلناها بشكل تجاري. هو بينزل عليها بشكل دوري، وقدر بيعمل عليها اعلانات مثلا وهو قاعد في البيت. هو اساسا شغال الصبح مهندس. دي فكره بسيطه جدا عمرها ما وردت في دماغنا اللي دي ممكن تجيب فلوس. ويمكن اكبر مثال انتوا جبتوه قبل كده الفنانه سماح انور، وهي في فتره مرضها كانت بتاخد كورسات وقدرت تدرس الاخراج مثلا، وقدرت انها تشتغل برضه عن طريق الانترنت في حاجات كتير قوي. حكت عن الموضوع ده، فكان حاجه بسيطه. انا مش فاكر اسم السايت يعني اصلا، يا ريت تبقى معانا تاني سماح انور عشان نتكلم في الموضوع ده. مش فاكر اسم السايت، بس السايت اللي بينزل لك يعني الاعلانات في وات ايفر المنتدى اللي انت عامله او اي سايت انت عامله. بس كمل ادينا، طب قول لنا على امثله اكتر من ناس تقدر تعمل حاجه في البيت بالذات. كمان دينا قالت مش بس الشباب اللي قاعدين، ستات بيوت، ناس عندها ظروف قاعده في البيت وعايزه كل واحد حسب مهاراته. يعني انت شوف انت حابب تعمل ايه في وقت فراغك. يعني كان يعني مثلا في ناس بتصحح لغه، في ناس بتترجم من البيت، في ناس بتصنع حاجات حوليه، في ناس بتبيع حاجات من انا بعد الظهر بكتب. في حاجات كتير جدا. في بس انت بعد الظهر بتكتب، ده ما بيجيبلكش فلوس غير لما يعني الكتاب بينزل ويحقق نجاح ويبدا بقى تشوف انكم وتبدا تشوف عائد. لكن يعني ما هو كده اي حد اللي بيعزف بقى يتعلم الاله اللي بيعزفها. احنا مش بنتكلم على ازاي تقضي وقت فراغك على قد ما بنتكلم ازاي تشتغل، يعني تشتغل تكسب. وانت اكيد ان شاء الله يا رب هتكسب بالكتابه وهتبقى جامد جدا يعني، فاهم؟ بس انا قصدي انه العادي زي ما يعني انت اللي كاتب الكتاب بتاع ازاي تعمل كده. انت قلت انه بحث، فايه نتيجه البحث ده ايه؟ في ناس في قريه مصريه عندنا في مصر احسن بتصنع بروفرات. القريه كلها اتفقت اللي هي بتصنع بروفرات في دي حاجه بسيطه جدا وفكره حلوه قوي. وفكره حلوه، وكل واحد يعني جاب مكنه في البيت وبيصنع بروفراته. دلوقتي بيصدروا كل محافظات القاهره. دي كان معمول عليها كذا تركيز اعلامي. يعني دي حاجه عظيمه يعني جدا. كل واحد يشوف هو هوايته في ايه ويقدر انه يعمل ايه بعد الظهر، وان شاء الله يعملها. يعني احنا عشان يقدر انه يكسب منها. اللي احنا كل حاجه بنستوردها للاسف، يعني دي مشكله كبيره، مع ان في حاجات كتير نقدر نصنعها في مصر هنا، بس هو احنا بنستورد عشان التكلفه اقل. انت عندك حاجه مثلا، في حاجات بتحصل في العالم بيتغير بسرعه رهيبه. انت عندك حاجه في الهند النهارده بقت اكتر بلد فيها مبرمجين بيبرمجوا برامج لامريكا. خدمه 0900 في الهند، اللي انت بتتصلي مثلا من امريكا من 0900 بيرد عليك واحد من الهند. امريكا تسريب العمال وكلهم بقوا محمد، احنا بجد للاسف وقت حلقتنا خلاص خلص.